مساء الفل، مساء السعادة، مساء راحة البال. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بصوا، انا جايلكم في فيديو جديد ان شاء الله كده يعجبكم. اولا هنعمل النهاردة روتين مسائي. تمام، هنعمله فين بقى يا جماعة؟ هنعمله في المطبخ زي ما انتم ما شايفين كده. عندي مواعين طبعا على الرخامة. ماشي، هما مش كتير. ماشي، وعندي هنا المطبقية فيها مواعين عايزة تترص، وال الساندوتش ميكر عايز بس يتمسح يتشال في مكانه. البوتاجاز بصراحة متبهدل اخر بهدلة. انا كنت شايفين المنظر، والله العظيم يا جماعة انا يعني اللي وصل حالة المطبخ او قصدي اسفل البوتاجاز لكده ان انا كنت عاملة صلصة. تمام، فالصلصة ده هنا ده بس كان لبن يعني. الصلصة هي اللي عملت فيه المنظر اللي انتوا شايفين ده. فانا كنت مسخنة بقى مية، عاملة مية سخنة، وحطيت ايه يعني، حطيت ميه سخنه تدوب. فهنخلصه. بص، هنخلي البوتاجاز كده فله مع بعض. ماشي. وفي بقى شويه مشتريات انا كنت جايباها من السوق وكده، بقوليات وحاجات كده هوريها لكم برضو. ماشي. وعايزه بصراحه كمان ايه، عايزه انضف ضرفه ال بتاع ده الالوموتيل، اللي هي ضرفه الخزين طبعا بتاعه الرز، شايفينها فاضيه فاضية خالص. عايزين بقى نمسح كده ونظبط ايه على الاقل الضرفة دي كده مع بعض. ماشي، ونعتبرها كده بداية ايه، بداية التنظيفات، عشان انا موعداكم ان انا هعمل معاكم بقى التنظيفات العميقة ان شاء الله كده، عشان المدارس والكلام ده كله. فممكن نبدأ الاول بضرفة الخزين، ونشوف كده وننضف المطبخ، بما ان احنا عايزين نعمل روتين مسائي برضو ونبيت المطبخ نظيف. عايزه اقول لكم كمان ان انا عندي بكره مدرسه. فمش عايزه ارجع من الشغل بصراحه يبقى المنظر ده كده قدامي. يعني أنا عايزه كده الدنيا تبقى عندي ايه فله، والدنيا تبقى رايقه. الجزئيه بقى دي هنا بتاعت السكر انا جايباها هنا، ما كنت بعمل حاجات ومش عارفه سبتها هنا ليه. اهي. ودي جبنه بس عايزه تتشال، يعني هنروق كده برضو ايه كام حاجه كده في المطبخ، وهنكنس كده الارض ونظبط الدنيا. فيلا بقى كده، متنسيش تحطي لاختك اللايك، وكمان تدعميني بقى بكومنت حلو، وشيروا كده بقى القناة كده على كل اصحابكم بقى وكل حبايبكم، علشان نكبر عيلتنا. ماشي، يلا بينا نبدأ بقى. انا اتكلمت معاكم كتير بس حبيت كده اعرفكم انا هعمل ايه. يلا بينا. بصوا بقى يا جماعة، اول حاجة كده تعالوا ننضف الساندوتش ميكر. تمام، ده بتاع سكاني، كنت جايباه الصيف اللي فات وبعمل بقى منه. هو ليه 3 وشوش، حبيت اقول لكم يعني افكركم بيه، او الناس اللي يعني ايه اول مره تشوفوه كده. ليه 3 وشوش. ماشي. واحد بيعمل الوافل، وواحد للتوستر، وواحد اللي هو ايه المشرشر ده، عملت فيه قبل كده يعني. بصوا، بندوسي بقى كده اهو، بتشديه لبره كده كده. طبعا انتوا شايفين الشكل عامل ازاي، ده هنغسله. بس تعالوا بقى نمسح الايه ال- الساندوتش ميكر من جوه عامه. بصوا بقى، انا هنضف كده الجزئيه بقى دي. ماشي. وبعد كده هعمل بقى ايه، هعمل فنجان قهوه. بس هنا معمول شويه، تعالوا نمسحها. هعمل بقى فنجان قهوه عشان افوق، لان انا يعني حاسه نفسي ان انا ايه هكسل، عشان ما كسلش اشجع نفسي بايه بقى، بفنجان قهوه. هنعمله مع بعض برضو، قهوه فرنساوي كده تفوقنا يعني. بما ان احنا ايه عايزين نعمل روتين مسائي، فلو انت بقى بتتشجعي بالروتين المسائي، اعملي لنفسك بقى ايه، اعملي لنفسك حاجة كده تفوقك، قهوة او نسكافيه او ايا كان يعني، فوقي كده بيه وتشجعي بقى بيه. بس معرفش اصلا الفيديو هيبقى مدته قد ايه. عايزه اقول لكم ان انا بعمل الروتين ده صلاة العشاء هي بتقدم. هقفل بقى الفيديو لغايه ما ال يقدم بس يخلص يا بنات، وهكمل معاكم بقى، ارجع اكمل معاكم. قلت بقى كده ايه, اعمل معاكم القهوة وانضف كده بقى الرخامة ونغسل المواعين سريعا سريعا. وهتوضى وهصلي العشاء وارجع بقى ايه اكمل تنظيف بقى المطبخ. تمام، واشرب بقى كده ايه القهوة على روقان.
معذرة يا جماعة لو كان صوتي عامل شوية، بس انا يعني مش عارفة اجيب الانفية تعباني النهاردة خالص، والجو بصراحة حر قوي 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 يعني. الحمد لله. المهم بقى كده إيه نضفت الرخامة، وهبتدي اعمل بقى قهوة طبعا. بشجع نفسي وبشجعكم برضو ان انتوا تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم، وتقوموا كده إيه تشوفوا ايه اللي عايز يتعمل. بصراحة الجو ده مش مساعد في اي حاجة، ولكن بقى خلاص احنا مضطرين، يعني احنا اللي هو انتي مضطرة، الايام بتخلص والاجازة قربت تخلص، وهتدخلي بقى في جو بقى المدارس وجو الدروس وجو الحاجات دي كلها، فانتي مش هتلحقي يعني تعملي حاجة في الجو ده او في التوقيت ده. فحتى احنا كمان يا جماعة، يعني حتى سواء اللي بتشتغل او اللي مش بتشتغل بتعمل تنظيفات في بيتها، معظم الوقت بيبقى في الوقت اللي ولادها في المدرسة نايمين، بتسهر الكلام ده كله. فيعني ده الطبيعي في وقت الدراسة بتبقي كده. فاحنا بقى اليومين دول كل يوم نعمل لنا حاجة كده ونظبط وننظف، اهي منها برضو نظافة للبيت، ومنها برضو استعدادا للمدارس والكلام ده كله. تمام. عايزه بس ايه وانا بغسل كده بقى معاكم مواعين، عايزه اشكركم طبعا على الفيديو اللي فات، بجد انتوا فاجئتوني بكمل التعليقات وكمل الكومنتات اللي جات لي على الفيديو، يعني قد ايه انتوا بتحبوني، وطبعا اللايكات، يعني بجد شكرا جدا من كل قلبي ان انتوا بتحبوني قوي كده، وان انتوا نفسكم القناه تكبر، ونفسكم كده ان الفيديو يترفع. فبجد ما تحرمش منكم ولا من ذوقكم ولا من يعني محبتكم ليا. انا عايزه اقول لكم انا بحبكم قوي قوي قوي، وشكرا جدا لكل حد اهتم انه يسمع الفيديو للاخر، وان هو يكمل الفيديو، وانه يبقى كده بيحمسني وبيشجعني والكلام ده كله. فاتمنى برضو كمان ان الفيديو ده ياخد كم تعليقات كبيره ولايكات طبعا، فما تحرمش منكم جدا والله العظيم. وانا باذن الله الفيديوهات الجايه كلها كلها هتبقى فيديوهات حلوه وتشجيعيه قوي 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 بالدرجه الاولى. ويلا قومي يلا تشجعي معايا، وقومي تحمسي معايا، خلصي بقى كده كل اللي وراكي ويلا استعدي معايا بقى للتنظيفات الجايه، علشان طبعا احنا بقى محتاجين نعمل محتاجين نعمل الشقه كلها ونظبطها كده، وعندنا بقى حاجات كتير هنعملها الفتره الجايه باذن الله. فكل يوم كده هنعمل حاجه مع بعض لحد بقى ما نخلص الشقه وننضفها ونفرشها ونظبطها. إيه فمحتاجة كده تشجيع قوي جدا جدا منكم. ماشي. إيه قولولي برضو انتوا هتبدأوا معايا ولا لأ، يعني انا بدأت اهو، بس انا عايزاكم تكتبولي برضو انتوا هتبدأوا معايا ولا لأ، و... ولو في ناس بدأت ولا لسه هيبدأوا امتى، يعني انتوا في العادة يعني بتبدأوا امتى، قولولي بس. طيب بمناسبة بقى برضو وانا بغسل كده المواعين، كان جالي تعليق قبل كده: يا آية انتي خسيتي ازاي؟ والله يا جماعه انا مش ماشيه على رجيم ولا ماشيه على نظام دايت ولا اي حاجه خالص. هو الفكره ان انا مش بتعشى، يعني انا اصلا في الغالب بقالي فتره كبيره جدا، مش فكره شهر ولا شهرين ولا ثلاثه، لا يعني سنين انا مش بتعشى. انا ماشيه على نظام معين، ان انا وجبه العشاء دي مش بتعشى فيها. اخر حاجه باكلها بعد الغداء ممكن مثلا حاجه بسيطه جدا، لو عندي كيكه اكل كيكه مع كوبايه نسكافيه او شاي، لو عندي فاكهة باكل، لو عندي عصير بشرب كده، واحدة ايس كريم. والكلام ده بيبقى مثلا الساعة 8 مثلا الساعة 9 بالكتير. انا في الصيف بسهر شوية، يعني مش بنام بدري عكس الشتاء طبعا والشغل والكلام ده كله، عشان الواحد بيصحى بدري. ف عايزه اقول لكم بقى انا زي ما قلت لكم كده، انا مش ماشيه على نظام غذائي معين، كم الاكل اللي انا باكلها آه، يعني العادي، فاهمين؟ يعني مش كتير ولا مش شويه، يعني لما بكون جعانه عادي باكل، لما كده في العادي مش باكل قوي يعني. بس هي اتعودت على كده، يعني انا معدتي اخدت على كده مع الحركه بقى ومع النزول والطلوع والكلام ده كله، فتلاقي كده جسمي ثابت على حاجه معينه والوزن ثابت على حاجه معينه. فانا مش ماشيه زي ما قلت لكم على نظام، ولا باخد اي حاجه ولا بعمل اي حاجه. هو ده اللي انا ماشيه عليه، اللي هو نظام اكلي مش كتير، يعني انا مش باكل كتير، مش بتعشى واتعودت بقى. عارفين لما بتعودوا معدتكم على تقعدوا فتره كده الاكل بيبقى كميه معينه،
هو بقى بكده خلاص معدتكم بتاخد على كده. وعايزه اقول لكم ده بيريح جدا المعده، وبجد بيخليكي كده ماشيه بصحه يعني بجد، لان الاكل الكتير يا جماعه بجد مش مفيد على الاطلاق بجد. يعني بتحسي كده بضيقه نفس، بتحسي كده ان جسمك تقل. فحاولي تقللي في اكلك وامشي على نظام ثابت كده، ان انتي مش ما تتعشيش. وزي ما قلت لكم عادي، انا باكل كل حاجه، مش مانعه نفسي من اي اكل، انا باكل كل حاجه. ولما بكون جعانه قوي، او لما بحس نفسي ان انا عايزه اكل كميه كبيره، باكل عادي مفيش مشكله. ولكن في اوقات كتير مش باكل كتير او عادي يعني، فاهميني؟ بس حبيت ارد على الكومنت واقول لكم انا واصله لايه. هنا بقى الحله دي كانت مطرحها كده كشري، كنت عامله كشري. فكنت كده قلت اسيبها كده تتنقع شويه عبال بقى ايه ما اصب القهوه واروح اصلي، عشان اشربها وابتدي اكمل شغلي تاني في الايه في المطبخ. خلصت اهو بقى كده اهو المواعين يا بنات. تمام. وغسلت الحوض ومسحت الرخامة. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزة افضي ضرفة الخزين. ماشي، عايزين نروقها كده وننزل بقى كل اللي فوق ده، ونغسل العلب ونظبط الدنيا ونخليها زي الفل. تمام. وعايزه اوريكم المشتريات اللي انا جبتها بتاعت السوق. طيب بما ان انا بقى ايه، يعني عايزه اعمل تنظيف حلو وترويق حلو وتظبيط، فانا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، وعايزه يبقى معايا سلسله فيديوهات للايام الجايه. ماشي. عشان خاطر ايه؟ انتوا عارفين طبعا الحر واللي احنا فيه ده، مش عايزه ابقى مش معاكم يوميا يعني، او ما بقاش معاكم في التصوير يوميا، او اغيب عنكم فيديوهات والكلام ده كله. فاحنا هنمشي خطوه بخطوه. دلوقتي انا هوريكم المشتريات اللي انا جبتها. خلاص. وهشوف هكمل هعمل ايه تاني. يعني انا عايزه اعمل ظرفه الخزين زي ما قلت لكم، وعايزه اعمل البوتاجاز. خلاص. طيب. المهم، معذرة عن صوتي يعني. فتعالوا اوريكم الاول المشتريات، وبعد كده بقى اشوف انا يعني هختم على كده ولا هكمل معاكم حاجات تانية. تعالوا يلا نكمل. تعالوا بقى يلا بنات اوريكم الحاجات اللي انا ايه جبتها. جبت اول حاجة 4 كيلو رز. هما دول انا خدت منهم، عملت منهم الكشري. ماشي. و كنت عامله ايه تاني؟ كنت عامله حاجه تانية فيها رز. تهيألي لا. المهم دول 4 كيلو ايه، 4 كيلو رز ده بنات. الرز ده يا جماعة ب23. بسم الله ما شاء الله، جميل وحبيته، الحبة بتاعته تحفة تحفة تحفة. ماشي. كنت جايبة ايه زي ما قلت لكم كده 4 كيلو. انا بحب اجيب الحاجات السايبة قوي. بص، جبت كيلو مكرونة فرن. ماشي. اي نوع مكرونة من دول ب24 اهو. جبت كيلو مكرونة فرن عشان ما عنديش خالص غير حبة صغيرين في العلبة. جبت كيلو. وجبت كيلو مكرونه من الشكل ده اللي هي المعوجه دي. استنى اوريها لكم عشان ما افتحش بس الكيس كده قبل ما انضف، هوريكم شكلها كده يعني. اهي المعوجه دي. ماشي. جبت كيلو منها. وجبت نص كيلو من المكرونه دي، العيال بتحبها. كنت هجيب كيلو بس رجعت قلت اجيب نص، عشان انا كنت جايبه اصلا مكرونات. يعني كنت جايبه من دول من حد وكنتش لاقيه الشكل ده، وانا ماشيه في السوق كده لقيت حد بيبيعها فجبتها. اهي. دول جبتهم نص كيلو. قلت لا بقى اجيب المره الجايه بقى اجيب منها كيلو، عشان العيال فعلا بتحبها وعجباها يعني. جبت كمان كيلو مكرونه من الشكل ده اوريهولكم، الصغيره دي اهي.
طبعا التموين كان جوزي بصراحه بيجيب لي فيه مكرونات وحاجات كده يعني. جبت كمان نص شعريه، نص كيلو شعريه. جبت ربع لوبيا، لا فاصوليا لوبيا جبت ربع لوبيا، ماشي. وجبت ربع عدس بجبه، بينفعني بقى في الكشري، بينفعني في عدس بجبه كده يعني. جبت ربع وربع. خمس اكياس بقى صلصه هارفست اهي. الكيس كان عامل 3.5، جبت 5. جبت كمان مرقه، دول 10، الواحده بجنيه، فجبت ب10 جنيه. وجبت سمسم كده زي ب5 جنيه، عشان هبقى اعمل معجنات للعيال، وبخلي ماما تعملها لي يعني او كده ونشوف، ماشي. وجبت دي سمنه كريستال، دي كيلو صافي. الكيلو الصافي ده تقريبا على ما اتذكر كان عامل يا 130 140، والله ما فاكره، لان بقالي كام يوم جايباهم على فكره. فقلت اجيبها يعني. انا عندي زبده مقطعاها، بس أنا قلت اجيب ايه علبه سمنه، بس انا لسه طبعا ايه ما فتحتهاش، واخليها كده ايه لحد ما اشوف يعني اظبط الدنيا. بس دي كده المشتريات بتاعت البقوليات، الحاجات اللي كانت ناقصه عندي اهي. زي ما قلت لكم بقى كده ايه، هنضف الضرفه الاول، هرص بقى المواعين دي في مكانها. بعد كده بقى ايه الضرفه دي هنزلها، وابتدي بقى ايه اعملها وارص الحاجه بقى فيها. ممكن عبال ما هي ما تنشف والعلب وكده اكون انا عملت البوتاجاز. بس بصوا بقى، انا هقفل معاكم المقطع ده لحد هنا الفيديو، واكمل لكم بقى الفيديو الجاي عشان اشجعكم اكتر واكتر واحمسكم. وفي نفس الوقت تكونوا متابعين معايا كده ايه واحده واحده، وما نكونش متقلين على نفسنا التنظيفات والكلام ده، ماشي؟ عشان احنا متفقين قبل كده نهون على نفسنا ما نصعبهاش، ماشي. يلا بينا بقى، هقفل معاكم بقى الفيديو ده، همنتجه كده واحمله على طول خلاص، وابتدي بقى اعمل بقى ايه الفيديو التاني على طول كده اول باول. يلا حبايب قلبي، اشوفكم بقى في فيديو جديد على خير. باي باي.